لم تكن مكة بالمنطقة الزراعية، إنما كانت منطقة وصفها القرآن بقوله بواد غير ذي زرع. تعال لكي نتأمل المصانع الخضراء. عندما نتأمل عالم النبات وما فيه من إبداع يحير العقول، يتساءل الإنسان عن سر اللون الأخضر الذي يميز هذه النباتات. ولذلك فقد قام العلماء بدراسة دقيقة للعمليات التي تحدث داخل النبات، ووجدوا أن المادة الخضراء هي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية ضمن عملية مهمة تسمى التركيب أو التمثيل الضوئي، وهي العملية التي يأخذ فيها النبات الماء من التربة وغاز الكربون من الجو، ويقوم بصنع المادة الخضراء التي تلعب دورا أساسيا في تشكل الأوراق والثمار.